النهارده بقى انا انتهزت فرصة ان انا قاعدة لوحدي، وهفطر فطار كده ايه انا بسميه الفطار البسيط الملوكي. فطرنا بقى اللحمة والفراخ والبط وكل الحاجات دي، فعايزين ايه نريح دماغنا شوية. بصوا انا عملت البطاطس دي الشيبسي دي، بصوا عاملة ازاي. طبعا انا مش هينفع ادوقها لكم عشان احنا صايمين. شايفين الصوت عامل ازاي. انا عملت لكم شيبسي بطعم بالظبط الفراخ او الكباب بنفس. تعالوا معايا اقول لكم الطريقه ازاي علشان الشيبسي يطلع معاكي بالقرمشه دي، وفي نفس الوقت تبقى طريقه سهله كده وبسيطه. حاجه معايا عشان اعمل البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا محتاجه بطاطس، ومعايا هي دي الاداه السحريه بتاعتي. هبدا اقشر البطاطس كده، بس انا مش عايزه اقشرها على دي، وعايزاكم تشوفوا برضو كده. اقشرها بسرعه وارجع لكم عشان الوقت. وبعدين برضو بنجيب الحته السحريه دي ونبدا نعمل كده. بصوا انا علشان مش مالكه بس الكاميرا، لكن هي ايه حاميه وسريعه جدا. شايفين اهي، تاخديها كده من الجناب الجوانب بتاعتها الشكل ده اهي. بصوا بسرعه جدا هتبدأي بصي تلفي البطاطساية كده عشان كله يبقى متبقاش واحدة مش قد التانية. شكله كده بصوا ازاي كده. بعد ما نخلص كده هنغسل البطاطس بالمية بس. بعد كده بقى بنحط زيت. شايفين الزيت قد ايه؟ مش كتير خالص اهو، زيت عادي يعني، مش هيبقى يعني الزيت المعدل الطبيعي بتاعنا. انا بس هعدل الطاسة عشان ايه ما يحصلش كوارث. اهي شوية زيت. هنعلي بس النار الاول علشان الزيت يبقى سخن، وبعدين هنجيب البطاطس اللي ما عملناش فيها اي حاجه خالص. انا الزيت سخن، شايفين سخن يعني مش سخن قوي يعني، بس بتفرفتي البطاطس كده يعني، مش بتخليهم على بعض كده عشان بس ما يلزقوش كده. انا طبعا ايه عندي الاضاءه بتبقى عاليه شويه عشان التصوير، فاحنا ايه بقى يعني عايزينها الدرجه دي. انا عندي هنا اللون لون اصفر، يعني لون الشيبسي بالظبط الجاهز. هي طالعه لكم ممكن في التصوير اللون فاتح قوي، ولكن هي مش اللون ده، هي اغمق درجه من اللي انتوا شايفينه. هتعملي ايه؟ تجيبي الطبق اللي فيه ورق المناديل بتاع المطبخ، تبداي تصفيها كويس قوي وتحطيها كده. بس ايه برضو يعني اسمها ايه معلش انا عندي المسميات دي مش بعرف اقولها كويس فما تتريقوش عليا. اسمها يعني تفرفتيهم كده او تبعديهم كده عن بعض. تمام. تحاولي ان انتي تنزلي الزيت كويس جدا اهي. وهوريكم اللي انا عملتهم في الاول خالص لسه زي ما هما مقرمشين، ناقص يتحطوا في كيس بس ويبقوا كانهم جايين من بره. بصوا اهي. حط اخر كميه البطاطس دي. اهم حاجه وهي مكعب المرق. انا هنا عندي المرقه دي مرقه خضروات، اي نوع مرقه عندك. بصوا بقى اهم حاجه لازم تكون صلبه كده او ناشفه. طب انا ازاي هخليها ناشفه كده؟ ان انا كل ما اعمل كميه من البطاطس هحطها في الفريزر. هعمل ايه بقى؟ هجيب برضو نعمل كده واحنا لسه مطلعين البطاطس، يا دوبك رشه كده خفيفه جدا. بصوا هتبدا تمسك في البطاطس، مش هتسيب البطاطس خالص. وناخد دي نعمل فيها ايه؟ نعمل ايه دي يا حلوين؟ نطبقها كده ونحطها في الفريزر علشان تفضل جامده. بس كده بصوا الجميل. بصوا شايفين ننزليها كده خلاص، هي كده خلاص ما فيهاش زيت. تمام. وبعدين
هتجيبي برضو الطبق اللي احنا عملناه. بصوا ده كان اول طبق خالص انا عملته. شايفين البطاطس عامله ازاي وماسكه عليها بصوا ماسكه عليها البتاع اللي حطيناها اسمها ايه. شايفين البطاطس عامله ازاي، ولا حطينا زيت كتير ولا قعدنا نحطها في ميه وملح ومش عارفه ونعمل ايه. شايفين الصوص قرمشه جدا، طعمها بس يخطف القلب. تعالوا بقى نشوف هنعمل جنبيها ايه. انا هنا ما عملتش اي حاجه خالص غير اني عملت السلطه بتاعتي البريئه، السلطه اللي انا بموت فيها والله، ما في احلى من البساطه. شوفوا بقى، انا امبارح كنت اول النهارده تقريبا ثالث يوم او رابع يوم تقريبا، النهارده الرابع. عايز اقول لكم والله عملنا كل انواع الاكل، ما كنتش بجوع كده، لكن انا بشوف الاكله دي ربنا يسامحني بقى اللهم اني صايمه. بصوا ريحتها بس تفتح النفس والله، جميله جدا. الاكل البسيط دايما تحسوا فيه بركه. انا حطيت هنا فلفل حار اخضر، وحطيت طماطم واسمها ايه وخيار، واللي هي بتاع الخضره دي، اي نوع خضره بقى عندك. مش فاكره هو ده تقريبا كزبره ولا بقدونس، كزبره. وحطيت بقى ليمون كتير، وحطيت لسه ما حطيتش ملح عشان بس ما تتبلش. هو خلاص الاذان هيأذن شايفين. وهحط طبعا عيش. اوكي. والله فطار قمر 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 قمر. بصوا انا هنا بقى ايه، حطيت بقى فراوله وعصير تمر وعصير البرتقال. الناس اللي متابعيني عارفين ان انا بحب شويه العصير برتقال او عصير البرتقال. وده الشيبسي الفظيع. بصوا الجمال، شايفين. طبعا انا لسه الفطار ما اذنش، نفسي ادوق لكم. شايفين والله العظيم تحفه، عامل زي اللي بنجيبه من الشارع بالظبط. بكده طبعا تكون خلصت وصفتنا، او خلصت النهارده اليوم بتاعي كان ماشي ازاي. بكده وبكده يكون خلص الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناه يعمل لي سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.